السلام عليكم. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم على الاريز في جو، وهنتعلم طبعا يعني زي ما انتم شايفين ايه هي الاريز، الديكلاريشن، الاكسسنج، الكومبيرنج، انيشاليز وايه، والفور رينج. يعني ازاي بنستعمل الفور لوب اللي معمول له جو اللي هو الرينج. وممكن نشوف برضو الكلاسيك، وطبعا المالتي دايمنشنال اري هوريكو حاجه بسيطه بس بدون شرح، دي حته سيلف ستارت. فالمهم، يعني ايه اريز في جو؟ بصوا يا شباب، الاري هي مش مجرد اري بسيطة، لا دي مش مجرد ليست. تمام، دي حاجة انا بحدد نوعها وبحدد طولها. تمام. طيب، الطول بيكون جزء من النوع. تعالوا نعمل كده ايه مثال بسيط. تعالى كده مثلا نعمل ايه، كده. تعالى نكتب كده وناخد نفس الحاجة، خليها مثلا بي، ودي 4، وشيل ديت، شيل ديت، وتعالى نعمل كده. تمام. هبص، مس ماتش التايبس. الطول بيكون كذلك الأمر جزء من النوع. تمام. طيب، البيزك ديكليريشن بتاعنا بيكون عامل ازاي؟ طيب، البيزك ديكليريشن بيكون عبارة، انت هتكتب اول حاجة كده، تروح عامل ايه؟ مثلا انا عندي هيكون طوله 3 وانت لو سبته زي ما هو كده مش هيشتكي. تمام، لان بمنتهى البساطة انت كده ايه، عملت له ديكليريشن. تمام. يقول لك طبعا is not an exhibition، تعمل كده اقفله خلاص. هو هنا هيبص، طبعا احنا عارفين ان مفيش حاجه اسمها undefined على عكس الجافا سكريبت. هو هنا يديها زيرو فاليوز، فانت لو جيت تطبع كده هيديك انه كله زيروز، لان دي طبيعه الاريز بتبقى زيرو فاليو. ممكن نحط جوه بقى شويه ارقام، 1 2 3، نروح عاملين جو ران، هيديك نفس الحاجه. طبعا لو زودت تعالى نعمل حاجه زي كده، بي، واطبع البي هنا. طيب، لو انا جيت مثلا حبيت مثلا ازود، يعني انا مش عارف الاري دوت ممكن حجمه يفضل يزيد، ممكن يبقى 4 5 6. طب ما انا كده اوت اوف باوندز. في حاجه اسمها الانفيرد لينث. تمام، احنا نحط دوت 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 3 نقط. تمام، وال3 نقط دي هتخلي جو يحسب الطول لوحده. تمام، فانا هنا مره خليت جو يحسب الطول لوحده، وهنا حطيت الطول بايدي. تعالى نعمل كده. طيب، انا كده ببساطه الديكليريشن والانفيرد لينث اتقالوا والاريز اتقالوا. تعالى نخش على ان احنا ناكس داتا معينه جوه الاري ونغيرها. تمام. تعالى نقول ان انا عندي شويه نيمز. تمام، انا هقول مثلا عندي 3 نيمز وده string. تمام، وعندي محمد، علي، سارة. يلا. تمام، انا دلوقتي عاوز اكسس علي، انا عاوز اكسس مثلا علي، انا عاوز اجيب علي لوحدها. فاحنا في الاري بنعد بالاندكس، وفي الاري بنبدا الاندكس، يعني عموما لما بتيجي تعده بتبدا من صفر. فانت يبقى 0 1 2. فانت علي دي الاندكس بتاعها 1. فانت ممكن تعمل اف ام تي دوت برنت لاين، تروح قايل نيمز 1. ده كده هيطبع معاك علي. تمام، جوران تلاقيه طبع معاك ايه، علي، اهو، علي. والاندكس خلي بالكم بيبدأ من الصفر، والاري تقدر تعدل على حاجة فيها. يعني تعالى كده مثلا الاسم التاني. تمام، خلينا ناخدها كده، وتعالى يا سيدي هنا، انا اسف، هنا كده نيم 2 بيساوي مثلا جمال، واطبع نيم 2. تمام، بص كده طبع معاك جمال. فانت طالما جوه حدود الاري عدل واعمل اللي انت عاوزه. تمام. طبعا في الكومبيرنج انا زي ما وريتك انت الطول بيبقى جزء من النوع. فلو هم طول الاري 3 وفيهم نفس الارقام، اتس اوكي. يعني نفس الارقام، نفس الداتا تايب، نفس الطول. تمام. طيب، افرض كان الاري الطول مختلف، يبقى مش قد بعض. الداتا تايب مختلف، يبقى برضه مش زي بعض. تمام، طالما نفس الطول ونفس النوع، وده عكس السلايسز. بس طبعا دي هنشوفها الفيديو الجاي. طيب، خلينا نشوف حاجة كمان. أنا في الأري ممكن أعمل initialization ل specific elements. تمام، specific indexes. يعني ولنقل أنا عندي array of numbers.
تمام. خلينا نقول ان انا عندي مثلا هيبقى 5 انت كده. انا عاوز الاري، انا عاوز احدد الاندكس الاولى او الاندكس خالص اللي هي رقم 0 واندكس رقم 3. فانا اقول له ان 0 واروح عامل كولون هتبقى 10. انا كده حددت اللي هتبقى في اندكس 0 واللي هتبقى في اندكس 3 قيمتها مثلا 50. تمام. وتعالى fmt.println number بالمنظر دوت وجورا. بص هيطبع معاك 10 و50 والان assigned values مش هيديها طبعا undefined، هيديها الزيرو values بتاعتها والانتجر الزيرو value بتاعته هو رقم 0. طيب دي كان كده ببساطة لحد هنا. احنا دلوقتي عملنا specific initialization وهنتكلم على ال initialize phases. تمام. طيب ال initialize phase عاملة ازاي؟ انت ممكن تسيبه زيرو فاليو، يعني ممكن تحدد array وتسيب كل حاجة فيه فاضية زي مثلا كده. سيبه كده كده، خلاص نسميه انس. تمام. انس ده كده خلاص، هو كده مفيش، ده كده البيزك، انت كده بيزك انيشاليز. ما علينا ايه انيشاليز. تمام. في بارشال بقى. البارشال دوت هو عبارة عن انت بتحط مثلا رقمين كده وتسيبه وهو يحط الزيرو. طبعا خلينا نسميه انس كده كده. دي كده declared and not used. ده كده partial. طبعا الفول initialization ان انت تملى الاري كلها زي مثلا هنا لو قلت له 3 واديته قلت له ان أنا احجز 3 اماكن ومليتهم، ده كده فولي initialized. انجلش بقى بعافية بس اهو قدامك يعني مفهوم. طيب نعمل كده بس وشيل الانس من هنا. طيب ايه بقى حوار الفور رينج دوت؟ بص تعالوا نطلع اللينس بتاع الاري ونبدأ نعمل لوبي. تمام. طيب تعالى كده ننزل بعد البرنت لاين دي. تعالى مثلا ناخد الاري اللي اسمه نمبرز دوت هنشتغل عليه. تعالى بس نعمل 1 2 3 4 5 وسيبه كده. تمام. تعالى نمسك الاري اللي اسمه نمبرز دوت. تمام. انا عاوز اعرف طول الاري دوت، يعني الاري دوت فيه كام عنصر، طوله قد ايه. فانا ممكن استعمل حاجه اسمها لين. انا هعمل ايه؟ هقول له لين واروح فاتح قوس كده وحاطط الاري بتاعي اللي انا عاوز اعرف طوله. بص كده هيطبع معاك هنا 5. ده طول الاري. تمام. طبعا ده ممكن برضو نستعمله في لوب، يعني ممكن نعمل كده مثلا 4 ونقول له I equal 0 طول ما الاي اصغر من اللين بتاع النمبرز I بلس بلس وكده. انما تقول له fmt دوت print line النمبرز تقول له الاي كده. هو كل اللي هعمله ان في اول لفه هيبقى بزيرو، والله زيرو اصغر من 5 هيقرا الواحد وهي بعد كده هيزيد فهيبقى الاي دي بقت بواحد، الواحد اصغر من 5 فهيطبع الايه النمبرز واحد وهكذا لحد ما يطبع الخمسة. بص كده لو جينا نعمل كده 1 2 3 4 5. في بقى الطريقة اللي هي دي كده لو جيت دوس على ال3 نقط كويك فيكس with range. ده كده الفور لوب او الرينج بتاع جولانج. في بقى طريقة احلى للرينج. احنا ممكن نعمل حاجة زي كده مثلا ان احنا نقول له والله انت عندك اندكس وعندك فاليو. تمام. بص كده لما نيجي نطبع احنا ممكن نقول له اطبع الاندكس وورا الفاليو. تمام. بس مش هينفع نستعمل لين هنا لان هو خلاص هو فهم الرينج. هو فهم كده ان احنا في يعني دي بيلت ان. تمام. الرينج اسهل واوضح وده اللي هنستخدمه غالبا. تمام. فانت الرينج دي هترجع معاك اندكس ترجع معاك فاليو. اعمل جورن كده. بص والله ده في الاندكس 0 عندي رقم 1، في الاندكس 1 عندي 2 لحد ما يوصل للاندكس الرقم 4 يقول لك انا عندي هنا 5. طبعا هو بيبدأ يعدي من 0. اوعى تنسوا كده عشان ايه دي بتلخبط. طيب آه اتبقى كده اللي هي الحته سيلف ستادي بتاعت المالتي دايمنشنال اري. انا هوريك عنها بريف بسيط
بس طبعا دي يعني study it yourself لان هيكون احسن طبعا، ودي برضو ما بنستعملهاش كتير في الباك اند. تمام. في الاغلب مش هتحتاج تعمل ماتريكس. الماتريكس بتتكتب ازاي؟ اول حاجه هي الماتريكس بتبقى حاجه ليها روز، ليها صفوف على شكل مصفوفه كده. فانت اول حاجه هتحدد طول الصفوف اللي عندك. مثلا يبقى عندي مثلا 3 صفوف، كل صف هيبقى فيه 3 ارقام. تمام. وهتقبل داتا تايب انتجر. تمام. فانت هنا بقى تبدا تحط الداتا، فانت تعالى كده وانزل. تمام. انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام. لما تحب تطبع بقى قول له اف ام تي دوت بيرسونال الماتريكس. انا عاوزك يا سيدي تاخد لي من الرو اول رو خالص، عاوز اطبع مثلا اخر رقم. فانا هنا هخش في الرو الاولاني خالص. تمام. واروح طابع 0 1 2 هتبقى 3. بص كده هيطبع معايا 3. ده المنظر. وطبعا لو جيت تستعمل فور لوب رينج بالمنظر دوت، انت هيبقى اندكس ورو، وكل رو تلوب عليه عشان ترجع. يعني هو مره هيرجع معاك الرو الاوتر لوب، والانر لوب هيرجع معاك دوت. تمام. ده كده ببساطه كان فيديو الاريز. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ونتقابل على خير في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.